بين الشعر والرواية والنقد والترجمة. هذا الشاعر قضى سنوات من حياته خارج تونس، 8 منها في جزيرة قبرص. هو سيعزف الآن الشوارع التي عبدتها حوافر الأطفال. هو الشاعر محمد علي اليوسفي. القصيدة بعنوان وردة للمسلم التونسي الحزين. لعلك لا تتبين أين وصلنا، ولا تشهد الآن إلا الظلام. لعلك لا تتبين حد الجميل وحد القبيح، وأين سيأخذنا كل هذا الحطام. لعلك تبدو بقية ما شئت لما أراد لك الغير ما لم ترد، سوى مهنة الصمت هذه التي لم تعد مهنة لأحد. لعلك سرقة قهر تكهربها في شرايينك النار من مقلتي تونسي جريح. لعلك مثلك، لكننا رغم هذا التشابه لا نلتقي في طريق صحيح. تأكد، رفيق الفصول يجدده الموت من نظرة، والذي يثقل الخطوة في حكمة الموت ندبا يغذي عماء الحياة ببعض عناه. وهم لن يعروك من رقعة الأرض، لا لن يبيعوك إقطاعة من سماء الإله. هو ظاهر يشتري باطنا منك كي يصرفوه، ولو كبروا في النهار جهارا. هو ظاهر يشتري باطنا منك كي يصرفوه، ولو كبروا في النهار جهارا، ولو رددوا في الخفاء دعاء. فما من جنان تجيء معلقة بحبال اللئام. ويسندها درهم ألقط أو عصا. لا إمام سوى العقل، حكمه واترك له في الشغاف منارة قلب تريق مداه. فوالله أعرف أنك تؤوي حبيبة قلب توسع في الضيق فوح خزامة، وأن لها أنت هذا الذي
تتراقص في روحه فتراه، يوسع في الحب ما وسع الرب في أرضه وسماه. أعرف أنك ترتاد شباك بيتك كل صباح. هنا قطعتي من سمائي، هنا قطعتي من سمائي، سأحجزها في المساء. وهذه طيوري يداعبن بكلماتهن. هنا البرق يرشق مزرعتي ويضيء ظهور الشياه. وهذا إلهي الذي عشت أسأله، رافعا كل بيت بأعمدة، رافعا كل بيت بأعمدة، فأساكنه أو أغادره. ويخيل لي عندما أعقد العزم أني أراه. هو الكل يكفيه شباك بيتي، ولي منه مطلقه من علاه. أضمنا أصابعنا وكتبنا السماء على اللوح، همنا على وقع ألحانه ورقصنا على مائه ودعاه. فلا سلب الريع منا ولا قال أين خراج المياه. أنا بذرة ربما أحترت ذات لون، ولكنها هبطت من سماء. لعلك مثلي لعلي مثلك، لكننا رغم هذا التشابه نبقى يفرقنا طمع. لعلك مثلي لعلي مثلك، لكننا رغم هذا التشابه نبقى يفرقنا طمع ونوايا وكذب وموت، وإن كان حقا نؤجل. وموت وإن كان حقا نؤجله، غير أن سنبقى نقارعه اليوم قبل الغداء لنرفع أعمدة من بهاء لهذه البلاد التي سنسمي التراجع فيها نقيضا لها، وإله البرية مطلقها ثم نجمتها والهلال